عليكم، مرحبا بالجميع. نتمنى الفيديو ديالنا يلقاكم في احسن حال. بالنسبه لي غادي نحضر معكم اليوم واحد الكغاطان بالشيفلور. الكغاطا غادي رائعه وبنينه ولذيذه، نتمنى تجربوها، غادي تعجبكم. انا متاكده اللي ما كيعشقش الشيفلور من هاد الوصفه غادي يبقى يعشق الشيفلور، انا متاكده. هنايا كنحتاج واحد الشيفلور، ما غاديش نديرها كامله لان غادي ندير خضر اخرى مع الكغاطا. غادي ناخذ غير النص، يعني نخلي الشيفلور ديالنا صحيح، ناخذ غير الزهرات اللي غادي ناخذ الزهرات او الوريدات ونخلي النص. هنايا غادي نغسلوا الشيفلور ديالنا 3 ديال المرات، والبطاطا كذلك. والشيفلور الا كانت فيه شي اطربه نحيدوها بالموس. انا عندي هاد الشيفلوره نقيه ما فيهاش بزاف. كنحتاجوا البطاطا حتى هي قشرتها وغسلتها جيدا. ودابا غادي نديرهم يتبخروا وندردر عليهم شويه ديال الملح. بغيتو تسلقوهم ليكم الاختيار. انا كيعجبوني الخضر مفورين، كيكونوا بنانين كتر من مسلوقين. وحتى هنايا غادي نغطيها ونخليها، وغادي نمشيو نخليكم معنا نديروا واحد التتبيله ديال الدجاج. كنحتاجو هنايا قليل من الصدر ديال الدجاج، قطعناه قطع صغيره، وغادي نضيف عليه فلفل اسود، الزنجبيل، التوابل يعني خاصه بالدجاج كنشريوها جاهزه. هنا عندي الزنجبيل، وهذه هي التتبيله كتكون مخلطه كنشريها جاهزه ديال الدجاج. وكنزيد الاوريغانو. دخلنا الاعشاب منسمه لكغاطا، كيجيو فيهم الاعشاب منسمه كيعطيو من البنه واللذه. عندنا هنايا زعتره تام، هنا درت شويه ديال الموطارد كتعطي اللذه لهذا الدجاج. هنايا تبلنا هاد الدجاج، نقدروا هاد التتبيله نديروها بالليل ونغطيوها، ولا نديروها في الصباح بكري، نربحوا الوقت وفي نفس الوقت باش كتجي بنينه وكتشرب التوابل. انا خليتها يعني في الصباح، وجدت هاد التتبيله وخليتها. دابا غادي ناخذ واحد البصله متوسطه، كندير شويه ديال الزيت. هاد الزيت كنشريها هكا دايره متبله بالفلفل الاحمر والثوم، كنشريها من اكسيو، راه شاركتها معكم. هنا كندير 3 ديال الفصوص ديال الثوم، وكنضيف الدجاج اللي تبلناه من قبل، وكنبقى نخلط حتى كنجمر وكنشحر هذا الدجاج، يعني حتى كيتشوى لينا. كنقول لكم الشيفلور هذا وقته ناكلوا الخضر في وقتها. والشيفلور لا بغيتوش تضيفوا الدجاج ضيفوا بلا دجاج. انا ضفت انايا الدجاج. هنايا كتكون من عندي مطيشه حكيتها من قبل وكنضيفها. كنحتاجو حتى ل4 ديال المطيشات متوسطين. وغادي نزيد ورقه سيدنا موسى، ونزيد شويه ديال الطيم اللي هو زعتره. يعني كنسمو هاد المطيش باش كتجي بنينه. الصراحه جات رائعه وجات بنينه بنينه بنينه. غير الملح اللي ما ضفتش لان ضفتو في التتبيله ديال الدجاج، ما نكثروش الملح باش كتجي الكاطان بنينه. صافي هنا كندوزو الخطوه الاخرى. هنا غادي نحتاج واحد الطنجره صغيره باش نحضر معكم الصلصه البيضاء. خليكم معنا، صلصه رائعه غادي تشوفوا كيفاش جات. كنحتاج هنا شي 30 غرام ديال الزبده. النار دائما تكون مهيله بالنسبه للصلصه نتاع لاصوص بشاميل باش كتنجح معنا وما كتحرقش لينا. هنا كنبقى نهزز شويه هاد الطنجره باش كتذوب لي، وكنضيف ملعقه كبيره من الفرينه، وكنخلط حتى كنحصل على واحد الكريمه. نديرو هنايا عود خشبي، ملعقه خشبيه. انا غير من عبرت الفرينه في الساعه كنخلط باش باش ما تلصقش ليا. وكنضيف 2 كيسان ديال الحليب، كاس ديال اتاي، 2 كيسان.
وكنبقى نخلط، يعني ما نتوقفش على التحريك، ما نتوقفش تماما، وغادي نزيد نسم، ندير نتبل هاد لاصوص بيشاميل. كنزيد شويه فلفل اسود، غير شويه للتنسيم، وكنزيد واحد القبصه ديال الملحه، وكنزيد هنايا الثوم بودره. انا ما نوقفش على التحريك حتى كنحصل على هاد الكثافه هادي، كتجي خاطره كيف ما نقولوا بالدارجه، خاطره او الكثافه. صافي، شتو النار عندي مهيله بزاف بزاف، يعني باش ما كتلصقش وما تحرقش. صافي غادي نوريكم كيفاش جات. ناخذ المغرف نشوفوا كيفاش جات هنا. اللي بغى يزيد واحد شويه ديال الجبنه يزيد، اللي عنده لافاش كيري مثلثات، جبنه تاع مثلثات يضيفها، اللي ما بغاش ما يضيفش. نحتفظوا بالجبن حتى لاخر الوصفه. نزيد شويه ديال الجبنه، اللي بغا يضيفها ولا يخليها حتى لاخر الوصفه. هنا غادي نحتاجو واحد المول اللي غادي يدخل للفران. الفران عندي كيسخن في هذه المرحله. هنا كناخذ غير الصلصه ديال المطرشه، كنحتفظ بالدجاج، وكنفرش هاد الصلصه اللي جات بنينه 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 رائعه صراحه. هنا البطاطا ديالي ملي تفورت زدت قطعتها قطع صغيره، باش ملي كنعطيو لكل واحد في الطبق ديالو، كل واحد يعني ياخد حقه من البطاطا، من الشيفلور، من الدجاج، يعني وكتجي داكشي متيبول محدق كيف ما نقولوا. وكندير هنا الصلصه ديال البيضاء ديال لاصوص بيشاميل. واللي بغى يحضر هاد الوصفه بدون دجاج او بدون بطاطا يحضرها غير بالشيفلور. الشيفلور وقتو هذا ماشي بحال البطاطا ناكلوها العام كله. هنايا حتى الشيفلور ديالنا اللي هو الزهره، قطعته حتى هو بعد ما تفور، قطعته قطع صغيره ووزعته في كامل الطبق، باش ملي كنعطيو لكل واحد فينا في الطبق ديالو، كل واحد كياخد حقه من الخضر. تقدروا تستغناو على الدجاج، توجدوها غير هكا للعشاء، او يكون عندكم سردين او حوت او دجاج وتوجدوها مرافقه. انا عجبتني هاد الطريقه الصراحه، عجبتني. هنا غادي ندير الدجاج ديالي. كنا كليناها في واحد المطعم بحال هكا وعجباتني، قلت لي مالا مشت انا غادي نحضرها. وانتم بغيتو الدجاج او حوت او حاجه تقدموها مرافقه اللي بغيتو. ما تنساوش تحيدوا ديك الوريقه ديال سيدنا موسى، انا راني غادي نحيدها ملي نكون نسرح هاد الصلصه. يعني غادي ناخذ واحد العود هذا. صافي غادي ندير الصلصه ديالي، نولي نعاود نذكركم الفران ديالي هنا عندي كلشي طايب، غادي ندخلها الفران غير باش كتحمر ليا وكتجمر وكتجي ديك الطبقه الفوق مقرمشه ومشويه مجمره، رائعه رائعه. واحد الكراطه نتمنى باش تجربوها. الا بغيتو توجدوها غير بالشيفلور بلا بطاطا تاكلوها مع الخبز، اما انا وجدتها مع البطاطا، بغيت ناكلها بالفرشطه كيما كليناها في المطاعم. صافي هنايا كنوزع شويه ديال الجبنه. كنقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا على اللي كيدير اشتراك ولايك، شكرا لكم جزيلا على التعاليق الطيبه ديالكم. انا غادي ندخلوها الفران، انا دخلتها للفران، والثمانيه عندي هنايا الثمانيه كانت واجده، وجدناها للعشاء. وشوفوا الشكل ديالها النهائي رائع.
نتمنى باش تجربوها بهذه الطريقه حتى بدون دجاجات كتجي رائعه الصراحه. كنقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا الناس دير لنا التعاليق الطيبه ولا لايك واشتراك، شجعونا باش النص ديال الشيف لورا الاخر اللي احتفظت به نتكاسموا معكم في الفيديو الاخر ان شاء الله. والوصفه هي هذه، جات ديك الطبقه مجمره ورائعه. كنقول لكم شكرا على المتابعه، جربوها، انا متاكده غادي تبقاو تعشقوا الشيف لور من هذا الفيديو. شكرا لكم، نتمنى تكون عجبتكم وصفه تاع اليوم. الى وصفات اخرى